لو ركزت على تماثيل مصر هتلاحظ ان كتير منها مناخيره مكسوره زي تمثال ابو الهول كده. طب ليه مناخيره مكسوره؟ قصة مش بس ان الزمن عمل كده، الموضوع اكبر من كده حبتين بس، وتعالى نعرف. في الاول لازم نعرف ان التماثيل دي كانت معمولة من حجر زي الحجر الجيري، واللي بيتأثر بالطقس والرياح والامطار والتغيرات الكبيرة في الحرارة. مع الوقت الحاجات دي بتاكل الحجر، وخصوصا في الاماكن الباردة زي الانف كده، يعني جزء من الكسر الطبيعي بسبب العوامل الطبيعية. بس مش دايما السبب طبيعي. المصريين القدماء كانوا شايفين التمثال ممكن يكون فيه روح صاحب الصورة، فكانوا بيكسروا مناخير التمثال كأنهم بيقولوا التمثال مات، وده كان جزء من طقوسهم الدينية. كمان أوقات كتير كان الكسر سياسي. الحكام الجدد ساعات بيكسروا تماثيل الحكام اللي أقدم منهم علشان يمسحوا أثرهم من التاريخ. وطبعا ساعات بيحصل كسر بسبب حوادث أو تخريب، يعني حد يضرب التمثال أو يوقع عليه حاجات تقيلة وهكذا. يعني في الآخر الأنوف المكسورة مش دايما نتيجة للزمن، أحيانا دي كانت نتيجة عوامل طبيعية أو سياسية أو حتى حوادث بسيطة، وكل تمثال وليه قصته الخاصة. وبس كده، معلومة بسيطة فركتيلة، بس ما تنساش لايك وشير، واستناني في اللي جاي.